اقول لك مقلب هذا معروف قوي. ماشي. صاحبي ما دام لفهم صاحبي. ماشي. انا 50 سنه وانا في المقالب وفي هذا حركات. هذا معروف. هذا معروف بس ما شفت. طبعا يا حبايب، اولا انا جدا سعيد اليوم اني في صنعاء. عاد انا وصل من سفر، طبعا ما حد داري اني جاي، لا الوالد ولا الاهل ولا شيء. انا جاي من مصر وهو مش عارف ابدا اني جاي. انتوا دارين ما اقدرش يعني انه اجي هكذا بدون ما اعمل مفاجاه. بمعيه الاخ محمد، والاخ يتصل للوالد على اساس ان معهم طلب كذا، ونشوف كيف حيكون رد فعل الوالد. انا الان في 60. ايوه معروف. طيب نلتقي عندها ان شاء الله، بس ما يعرفني ان شاء الله، انه شكله يعرفني من هيئتي، لكن ان شاء الله. يا جماعه الوالد وصل، شوفوا فينه. ايوه يا عمو. وين انت؟ انا في المدينه. طيب الان باجي لك. تقولوا حتنجح الخطه يا جماعه، لكن انا مؤمل على 90% ان الوالد ما يدققش في التفاصيل، والله اعلم. طابو صوروا معه طابو داخل. ملفان هذا مقلب اكيد. ماشي مقلب. لا ماشي ما دام ملفان مقلب ما يتصور. ما هو مقلب. لو سمحت لانه ملفان. لو سمحت لحظه. اقول لك مقلب هذا معروف قوي. ماشي. صاحبي ما دام ملفان صاحبي. ماشي مقلب. انا 50 سنه وانا في المقالب وفي هذا حركات. ايش تشبسرك؟ داري معروف. هذا معروف بس ما شفتش. من هذا؟ يا احمد يحبك قوي. كيف مقلب؟ انا اقول مقلب. ما عرفتوا ليش؟ ما يحبني شارع. ما عرفتوا ليش؟ اي ما عرفتك. مع السلامة. والله مفاجأة قوية. مفاجأة قوية واصورنا. صرتوا على مفاجأة وعلى مقالب. كيف يا به؟ ما كان احساسك بوقتها؟ صار لي مصدوم انه ايش؟ ما هو شبني هذا، يا اما البس قناع يا اما واحد من الممثلين في المكياج. فجأة بدوا عندي في باب المدينة. الله يسامحك بس. فجعتني اكثر ما فرح. لو قلت لي عطله ايش افرح بك واسلم عليك. فجأة طلبته وتكمل في بطنه. والله انك ابو المقالب امان. يا مان نصدق اني عطله انا.